وادي برهوت أو بئر برهوت، بئر ماءها أسود منتن كريه تأوي إليه أرواح الكفار، أبغض البقاع على وجه الأرض، تتعذب داخل أرواح المنافقين والكفار. تدور حول البئر الكثير من الأساطير والكثير من القصص الغامضة والمثيرة، وأشهرها قصة 3 أشخاص يمشوا في صحراء قاحلة مقفرة وكانوا عطشانين، يبحثوا عن أي علامة تدلهم على وجود الماء، وشافوا أمامهم بئر عميق وتقدر تسمع صوت جريان الماء داخله. ربطوا واحد منهم ونزل يجيب لهم الماء من داخل البئر. مرت على نزوله فترة طويلة بدون ردة فعل، المفروض أنه يخبرهم إذا يوجد ماء داخل البئر أو يعطيهم إشارة بانتهاء من تعبئة الماء، ولكن ما بادر بأي ردة فعل، ظل ساكن وبدون حركة وكأنه ما موجود، مما جعل الأشخاص اللي في الأعلى يسحبوا الحبل يريدوا يتأكدوا إذا صار له شيء أو أغمى عليه. ولكن هنا الصدمة، طلع لهم راس الشخص وبدون جسد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم وولف تيوب وقصة جديدة. شكرا لكم يا جماعة الخير، شكرا لكم على التفاعل الممتاز على آخر مقطع والمقاطع اللي قبله رغم التنزيل المتقطع على القناة. أتمنى أن كل شخص يشاهد هذا المقطع ينزل الآن ويضغط لايك لأنه يحفزني كثير يا جماعة الخير. أتمنى أنكم توصلوا هذا المقطع 300 لايك، ويلا نبدأ. أغلبكم سمع ببئر برهوت، وبالأخص الأغلب سمع أو شاف المقاطع المنتشرة للمستكشفين العمانيين اللي دخلوا داخل البئر وصوروا هذه الصورة الجميلة. بتقول لي اصبر، كيف في المقدمة تقول في 3 أشخاص وواحد صار يجيب ماي من داخل البئر، وهذيل المستكشفين دخلوا البئر وما صار لهم أي شيء؟ حاب أقول لك يا عزيزي المتابع إن هذا البئر اللي دخلته البعثة الاستكشافية ما هو بئر برهوت الأصلي، والعلم عند الله. هذا البئر يقع على بعد 92 كيلومتر تقريبا من ولاية المزيونة العمانية، وهي على الطريق الواصل بين مديرية شحن وقرية فوجيت بمحافظة المهرة اليمنية. وأكدت الجمعية الجيولوجية العمانية أن هذا البئر بلا شك ما هو بئر برهوت، على عكس الأساطير والروايات، لأن ماء عذب. وما سمع فريق الاستكشاف العماني أي صوت غريب لما دخلوا داخل البئر، وما شاهدوا أي حيوانات مفترسة أو ما هو خارج عن المألوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر برهوت إن فيها أرواح الكفار والمنافقين، وهي بئر عادية قديمة عميقة في فلاه وواد مظلم. وقال صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم، وشر ماء على وجه الأرض ماء في وادي برهوت بيبية، وفي رواية بقبة بحضرموت. الصحابي الجليل علي بن أبي طالب قال أبغض البقاع إلى الله تعالى وادي برهوت بحضرموت، فيه بئر ماؤها أسود منتن يأوي إليه أرواح الكفار. ونستدل من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الصحابي الجليل أن بئر برهوت هي بئر عميقة جدا ومرعبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها عميقة في فلاه، وكرر عميقة في فلاه ووادي مظلم. وفي الحديث الثاني ذكر حضرموت وبئر برهوت اللي نزلها المستكشفين العمانيين على حدود عمان واليمن. البئر اللي نزلها المستكشفين العمانيين عميقة، ولكن ما بنفس وصف الحديث النبوي الأول. ونستدل من كلام الصحابي الجليل علي بن أبي طالب إن بئر برهوت بئر ماءها كريه الرائحة والمنظر، ماء أسود منتن، وهذه البئر ماءها عذب ما له رائحة ولونه طبيعي. فخلوني أخبركم عن بئر ثاني تتواجد فيه هذه الصفات.
أما بئر برهوت في حضرموت هو أكثر بئر توجد فيه هذه الصفات، حيث رووا أهل القرى اللي تسكن جنب هذا البئر إن دائما ما تنبعث روائح وأبخرة كريهة من داخل البئر وأصوات غريبة. يوجد البئر في أرض صحراوية قاحلة مقفرة. عرض فوهة البئر من 50 إلى 100 متر تقريبا، وعمق البئر من 300 إلى 400 متر. بئر عملاق ومرعب في نفس الوقت، وما تقدر تشوف قاع البئر لأن غالبا ما يكون الظلام دامس في القاع، وتقدر تشوف القاع في حالة وحدة بس، إن الشمس تتعامد مع فوهة البئر وبكذا بتشوف القاع. ولكن المدهش في الأمر إن جدران البئر فيها أشجار خضراء، ويعيش على جدران البئر الحمام، وغالبا ما تسمع جريان الماء داخل البئر. صوت جميل في صحراء قاحلة، ولكن ما دائما راح تسمع هذا الصوت. شيء مرعب صح؟ واللي شد انتباهي أكثر قصة محاولة النزول لهذا البئر من شركة خط الصحراء. جابت الشركة شخص وربطته بحبل مخصص للمتسلقين، وكانوا في وضح النهار والوقت مناسب للتصوير. نزلوا مع كاميرا يصور بها اللي يشوفه داخل البئر. نزل داخل البئر تدريجيا وأكمل 100 متر، وفجأة صرخ بدون سبب يقول لهم طلعوني بسرعة، طلعوني بسرعة. خافوا المسؤولين ورفعوا هذا الشخص من داخل البئر، لأنهم يعرفوا القصص والأساطير اللي تروى عن هذا البئر. ولما طلع هذا الشخص من داخل البئر سألوه وش اللي حصل لك؟ قال لهم إن شاف فتحة البئر تغلق عليه، وإنهم لو ما أخرجوه راح تغلق الفتحة وتقطع نصفين. تعجبوا المسؤولين من كلام هذا الرجل، وخذوا الكاميرا يريد يشوفوا التسجيل، ولكن هنا الصدمة. الفيديو كان عبارة عن ظلام دامس، رغم أن المكان كان مهيأ بكشافات وإنارات، ومن غير ضوء الشمس اللي كان حاضر وموجود، ومن غير أن الرجل لما نزل كان متأكد أن الكاميرا تصور أثناء نزوله، وأنه صور كل شيء. ومع كل هذا الكاميرا ما صورت أي شيء وما أظهرت أي شيء. شيء مرعب بالصراحة. تروى الكثير من الأساطير حول البئر، ومنها إن من أمر بحفر هذا البئر هو ملك حميري، أراد أن يخفي كنوزه في مكان لا يستطيع دخوله بشر، فتعلم وأتقن السحر الأسود، وتعامل مع أقوى المردة والشياطين، وأمر بحفر هذا البئر وأخفى داخل كنوزه. وما زالت الشياطين تتوارث حماية البئر، وسموه ببئر برهوت، يعني باللغة الحميرية أرض الجن. وفي أسطورة أخرى تقول إن ملوك الجن هم اللي أمروا ببناء هذا البئر، وجعلوه سجن للعصاة من الجن، وقالوا إن لهذا السبب له روائح كريهة تنبعث من داخله، وظلام شديد داخل البئر. وذكر الأصمعي عن رجل حضرمي إنه قال: إنا نجد من ناحية برهوت رائحة منتنة فظيعة جدا، فيأتينا الخبر أن عظيما من عظماء الكفار مات. يعني بعد ما تفوح ويشموا روائح كريهة من البئر يجيهم خبر بأن أحد كبار الكفار أو عظمائهم مات. وهذا يدل على صحة قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا البئر توجد داخل أرواح الكفار والمنافقين. شاركونا أهل اليمن وباقي المتابعين، كتبوا في التعليقات إذا عندكم معلومات أكثر عن بئر برهوت، أو إذا سمعتوا أشياء ما ذكرتها لكم في المقطع، كتبوها تحت في التعليقات، لأني أستمتع بقراءة تعليقاتكم. أتمنى أن أعجبكم هذا المقطع. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا سلام.